السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. نتكلم النهاردة عن إطلالات الملكة رانيا. لا شك أن الملكة رانيا تهتم بشكل كبير بشكلها الخارجي وبأناقتها، وده بيجعلها أكثر النساء والملكات متابعة في عالم الموضة، وبينتظر إطلالتها الكثير. وتحاول الكثيرات تقليدها وارتداء فساتين مشابهة لما ترتديه، لكن اختياراتها دائما لما تكون من علامات تجارية مشهورة وباهظة الثمن، منها ديور وشانيل والمصممين العالميين. فيتساءل كثيرون كم تنفق الملكة رانيا على إطلالتها. في الإجمال الفساتين التي تظهر بها في المناسبة العامة لا يقل سعرها عن 500 إلى 1000 دولار أمريكي من دون الحذاء والحقيبة. أما في الاحتفالات الكبرى فهي تختار قطعا ثمينة أكثر يصل سعرها إلى آلاف الدولارات. لكن ما قد لا تعرفه البعض أن معظم هذه القطع تقدم للملكة كنوع من الدعاية أو الإعارة، إذ يكفي أن ترتدي القطعة ليكون ذلك شرفا عظيما لأي مصمم أو دار أزياء. لذلك فهي بطبيعة الحال لا تدفع المال مقابل هذه القطع، بل تحصل على أغلبها بشكل مجاني. وكانت الملكة قد أوضحت عام 2019 في بيان أن معظم ما ترتديه في المناسبات العامة والدولية يكون إما على سبيل الإعارة أو هدايا من دور أزياء التي ترغب بمزيد من الشهرة، موضحة أنها لا تقوم بإشهار هذه الدور إلا إذا كانت أردنية. وأضافت أن ما تشتريه من ملابس هو بأسعار منخفضة، معتبرة أن بعض المواقع الإعلامية والترويجية العالمية والتي تتخصص في الحديث عن ملابس وأزياء زوجات ورؤساء قد تستغل الأمر لأسباب سياسية أحيانا. كل التفاصيل عن إطلالات الملكة رانيا.